الوصفة بتاعي النهاردة متأكدة ان هي تعجبكم جدا، طعمها وشكلها كل حاجة فيها تعجبكم، غرقانة بالجبن. هنعمل بوريك تركي بجد هيعجبكم، لذيذ جدا جدا. وبمناسبة المدارس نقدر كمان نحطه في اللانش بوكس، ممكن كمان كده تاخدوه كفطار جنب كوباية شاي، بيبقى طعمه حلو جدا. نجيب بقى كده بيضة ونحط عليها رشة من الفلفل، كوباية من اللبن، وتلت كوباية من الزيت، بس كده. وبرغم بساطة المكونات هتدوقوا طعم حلو ولذيذ جدا جدا ويعجبكم قوي. جبت صينيه ودهنتها دهنه من الزيت كده او ممكن السمنه، وحطيت طبقات الجلاش، وبين كل طبقه والتانيه هحط الخليط اللي انا عملته. وبعدين نيجي للجبن، قطعه كده من الجبنه القريش، وجبنه موتزاريلا بقى شويه حلوين كده، قطعتين جبنه رومي، ممكن نحط جبنه كريمي، ممكن نحط اي جبن احنا نحبها، ونص كوبايه من الزيتون المخلي. وبعدين احط رشه كمان من الجبنه الموتزاريلا، نحاول نتوصى شويه بالجبنه الموتزاريلا، بتفرق جدا في الطعم وبتخليها طعمها حلو جدا. هنقطعها بقى لمربعات ونحط باقي الخليط ورشه من الجبنه الموتزاريلا، وكمان هنحط رشه من حبه البركه، بتخلي طعمها حلو جدا وبجد تحفه. فرن سخن على درجه حراره 200، نحط بقى الصينيه في الرف اللي في النص 25 دقيقه وهتبقى جاهزه معانا. ولو حسيتوا ان لونها فاتح مثلا ممكن نشغلها الشوايه شويه لحد ما تاخد اللون ده. مش قادره اوصف لكم ريحتها بس كانت عامله ازاي، هتعجبكم قوي. تقدروا بقى تاكلوها وهي سخنه كده، بتبقى لذيذه جدا واحلى بكتير من وهي بارده، بيبقى طعمها حلو. شايفين الجبن؟ بجد هتعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم.